محمد يختار في. السلام عليكم، ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هكلمكم عن حاجه البيبي، عشان بنات كتير برضو بتسأل عن حاجات البيبي، ايه نجيبها ونجيب كميات قد ايه، والاسعار بتبقى في حدود ايه. الاسعار في حاجات هقول لكم اسعارها انا عارفاها، وفي حاجات بصراحه انا ما كنتش عارفه اسعارها، بس هحاول على قد ما اقدر اجيبها. بصوا، اهم حاجه شايفاها في حاجه البيبي السلوبيتات دي. بصوا يا بنات، هي بس العيب اللي فيها مش عايزاكم تقعوا فيه. بصوا الراس بتاعتها ضيقه، قصدي واسعه قوي، لان هي من غير كباسين من على الكتف. فحاولوا لما تيجوا تجيبوها تجيبوا اللي هي بالكباسين اللي على الكتف دي، عشان بتبقى ضيقه على الرقبه، وبتبقى مدفيه صدر البيبي ما يجلوش برد. لكن دول للاسف وسعوا جدا، وهم اصلا واسعين لان مفيش كبسونه تفتحيها، فمضطرين يعملوا الراس فتحه الرقبه يعني واسعه قوي. فانا ما كنتش واخده بالي من الحته دي. وحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تجيبوا خامه كويسه وتكون قطن، بجد مريحه وجميله جدا. البافيتات انا جبت كذا نوع، لان انا بحب البافيتات عموما وبخاف على اللبس يتبهدل، فجبت كذا نوع. الصغيره دي يعني نفعتني اول شهرين كده تقريبا، لكن مش عمليه خالص بعد كده. الوسط دي محبتهاش خالص، هي زي المشمع كده، بتفضل تتحرك كده وتروح وتيجي مع البيبي، ما ريحتش معايا بصراحه خالص. عجبتني واحده بقى تانية، بس انا ما لقيتهاش وانا بصور الفيديو، اكبر من دي شويه، وبتبقى مبطنه وبرباط من الظهر، بتتربط على الظهر، بتبقى تحسي اكنه لابس مرياله كامله كده. بصراحه احسن بكتير، وبتحافظ على هدومه، وكانت مريحه جدا بالنسبه لي. لحد دلوقتي عمر 9 شهور، وساعات بلبسها له لما باجي اكله كده. البناطيل الفرداني دي انا جبت منها قطن، جبت برضو كذا لون. السلوبيتات يا بنات انا جبت منها حوالي، جبت 3.5 و6 قط. العدد ده كان كويس جدا، وما حسيتش بأزمة ان انا شايله كمان اتنين قط منهم. البناطيل الفرداني دي جبت برضو حوالي 6، ابيض ولبني، حلوين قوي وقطن وطريين وبتاع. انا طبعا في لو بنوته وكده بتجيب لها ستريتشات او حاجات زي كده بيبقى شكلها حلو، بس طبعا عشان هو ولد فجايبه له بناطيل زي كده. شكلها برضو كويس. طبعا هي مش خارجي، هي بتبقى داخلي وبتنفع. السلوبيتات بقى يا بنات بجد ما تكتروش، او يعني لو انتي مش حابه السلوبيتا، بس انا بحب قوي السلوبيتات للبيبي، بيبقى شكله حلو فيها، ولما هدومه كده، ولما شكله مش مبهدل ومش منعكش، وشكله بيبقى جميل كده عامل زي الدبدوب. انا جبت بالظبط 4 سلوبيتات خارجيه. دول 3 منهم، في واحده تانية بس ما كانتش موجوده وانا بصور الفيديو. حلوين وعمليين، وبرضو جايباهم قطن، وما تجيبيش اكتر من 4، لان بالظبط شهرين وبتلاقيهم خلاص قصروا من تحت، وكم قصر وصغروا جدا عليه. اول فتره بيكبر بسرعه جدا، فما تكتريش في الحاجات دي، شويه وهتجيبيله ما تقلقيش. دي كانت بتاعه السبوع. كنت نسيت اقول لكم الاسعار. البافيتات دي رخيصة، يعني تقريبا 10-15، في 20 على حسب بقى، في ماركات وحاجات زي كده. بس معرفش، ما بحسش يعني مهم قوي ان انا اجيب ماركة بافيتا ب50 ولا 60 جنيه يعني، وهي في الاخر ملهاش لازمة للدرجة. يعني الصغيرات قد الغرض، وفي طبعا منها بتبقى سيليكون وبتبقى مشمع وحاجات دي كويسة جدا. ساتر الرضاعة ده برضو مهم جدا يا بنات، كان بحوالي حاجة و30 جنيه. كل الحاجات دي احنا نزلنا العتبة وجبنا منها، مش فاكرة اسم المحل بصراحة، بس هو محل كويس جدا. ناس سوريين اللي ماسكينه، لو عرفت افتكر عنوانه هقول لكم. وكان بحاجة و30. الكوفرتات انا كنت يعني دي كانت جايالي خفيفة يعني وسط كده، مش خفيفة ومش تقيلة. والتانية الكحل دي الكروهات دي طبقتين، كانت تقيلة شوية، لبستها له في الشتاء، في دخلة الشتاء، لان عمر يعني كان جاي على دخلة شتاء شوية. بس بصراحة 2 كانوا قليل قوي، يعني حاولي تكتري في الكوفرتات شوية، يعني ممكن تجيبي 4 مثلا او 5، لان بيستهلك كتير اول فترة، ويعني اول شهرين تقريبا مش اكتر برضو، او 3 شهور على حسب البيبي. بس يعني انا يعني استخدمتها حوالي شهرين. بس حاولي تكتري شويه، لان انا كنت بتزنق واضطر اقعد استنى دي تنشف واغسل دي وبتاع، وبصراحه لقيت نفسي محتاجه اكتر يعني. السلوبيتات انا نسيت اقول لكم، السلوبيتات ممكن تبقى في حدود 50-60 الواحده تقريبا يعني. برضو شنطه البيبي دي برضو، عشان في واحده سالتني عليها، شنطة عادية، انا مش جايبة شنطة بيبي مخصوصة، بس كانت بسوست كتير، وقماشتها حلوة قوي، خفيفة، خامتها كويسة، وفي نفس الوقت خفيفة، وبقيت احط فيها حاجته عشان مليانة سوست. فانا